السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الحلقه النهارده مختلفه. ليه مختلفه؟ لان احنا النهارده جايين نتكلم ازاي اقدر اطلع فلوس من كاميرا التليفون بتاعتي لو انا عندي شغف التصوير ونفسي اكون مصور محترف. بس النهارده جاي اكلمك عن البدايات وهتحتاج ايه معاك في الاول. يعني احنا دلوقتي عشان نبدا في المجال التصوير ده محتاج ايه في الاول؟ حتى لو انت الميزانيه بتاعتك ضعيفه خالص، خليك تبدا بالتليفون اللي معاك واقول لك على اهم البرامج اللي هتحتاجها معاك وانت ماشي. وبرضه نفس النظام، برضه هناخد الموضوع خطوه بخطوه، وازاي تبدا تتعرف على جمهورك على السوشيال ميديا وتبدا تربح فعلا. هقول لك على اللي انا عملته وطبقته خلاني اوصل لمكان حلو قوي في التصوير، بس واعرفك ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها وتفيدك معاك قوي في التصوير في فتره البدايه. حتى لو انت بتصور بتليفون، انا عايز اقول لك ان انا كنت بصور بتليفون، كنت بطلع بصور حلوه قوي. وعايز اقول لك مش شرط تليفون او كاميرا، شرط اللي ماسك الحاجه هو اللي بيقدر يطلع منها اعلى كواليتي. اول حاجه كده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لك كل ما جديد لو انت مهتم بمحتوى التصوير بالتليفون. يعني انت لو حابب تعمل اديت بالتليفون او حابب تصور بالتليفون او حابب تمنتج بالتليفون او كل ده، هبسط لك المعلومات دي كلها تقدر تعملها ازاي. القناه دي موجوده عشان نقدر نستخدم التليفون باعلى كواليتي، كان تصوير منتجات او تصوير اشخاص او مونتاج او كل حاجه تحتاجها في التليفون هتلاقيها على القناه دي خاصه بالتصوير. بص، اول حاجه معانا واحنا بنبدا في التصوير هي فكره ان انا بحب التصوير. بس انت في الاول لازم تعرف انت حابب انهي نوع في التصوير. يعني انت حابب تصور اشخاص او حابب تصور منتجات او حابب تصور مناظر طبيعية؟ انت بتحب ايه؟ وهتعرف ازاي المعلومة دي لما تصور كل حاجة. عايز اعرفك انك ما بتعرفش الحاجة اللي جواك او الشغف الا لما تجرب كذا حاجة. يعني انا مثلا لما جربت كذا نوع من التصوير عرفت ان انا بحب تصوير الاشخاص. يعني انت ابدأ في الاول، كلنا بدأنا وزي ما كل الناس هتقولك حاول تجيب صاحبك وهتصوروا صورتين حلوين كده وهتبدا ترفع صورك على السوشيال ميديا بتاعتك كلها، كان انستجرام، فيسبوك، تويتر، اي سوشيال ميديا هتكون موجوده عندك هتكون هي مصدر الاول ليك المشروع بتاعك التصوير. اول غلطه بنقع فيها اللي احنا حاول تتفرج كتير قبل ما تبدا تصوير. يعني احنا موجودين في عصر السوشيال ميديا، يعني كل حاجه موجوده على اليوتيوب، كل اللي هتحتاجه هتلاقيه موجود على اليوتيوب. فانت حاول قبل ما تبدا تصور تتفرج على واحد واثنين وثلاثه واربعه. وفي ناس كتير قوي بتشرح برضو التصوير بالتليفون ازاي. يعني انت ممكن تاخد مني معلومه وتاخد من غيري معلومه فتجمع معلومتين يبقى معاك المعلومات كلها وتقدر تصور بطريقه احترافيه. وعايز اقول لك انك ما تحاسبش نفسك على البدايات. البدايات دايما ما تكونش احسن حاجه، بس بعد كده وانت ماشي هتحاول تطور من نفسك وتبدا تطلع بكواليتي صوره محترم قوي بعد كده. عايز اقول لك ان انا كنت بصور بايفون 7 بلس وما زال بصور بايفون 7 بلس برضو، وبطلع صور قريبه من الكاميرات قوي عشان بستغل الوقت وبستغل زاويه التصوير وبستغل حاجات معينه في الكاميرا. يعني زي ما قلت لك قبل كده، الكاميرا مش يعني بكام، يعني مصور محترف اللي ماسكها. يعني لو عطيت لمصور محترف تليفون هيقدر يطلع لك بصور جامده قوي، ولو عطيت لحد مثلا لسه بادئ او ما عندوش فكره عن التصوير كاميرا ب100,000 مثلا، عايز اقول لك انه مش هيطلع برضه صوره جامده. وانت حاول تفهم ان مع الوقت انت بتزيد خبرتك في المجال اللي انت شغال فيه. يعني زي ما قلنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب واحد صاحبنا زي ما كلنا بدانا ونبدا نصوره صور حلوه ونبدا ننشرها على الفيسبوك بتاعنا، ماشي. وبنحول الفيسبوك بتاعنا لخلاص الصفحه الرسميه للشغل بتاعنا، بيبدا يجيلنا شغل من عليها بعد فتره. وعايز اقول لك ما تملش في الطريق، لانك لو مليت عمرك ما هتكمل. طبعا في ميزه هتنفع معاك قوي برضو في الاول، انت لو السوشيال ميديا بتاعتك ضيقه في عدد المتابعين او المشتركين ممكن تزود الحاجه ديت بالتمويل. ممكن تمول بوست في حدود 200 او 300 جنيه هيوصل ل 30,000 واحد من معظم الناس اللي انت عاوزهم في التصوير والسن اللي انت عايزه. عايز اقول لك ان الميديا مخلياك توصل للي انت عايزه بسرعه. يعني انا جربت اول بوست مولته ب 200 جنيه جاب لي بتاع 3 4 اشخاص صوروا معايا. انا مثلا لو مولت ب 200 جنيه جالي 4 اشخاص صورتهم ب 400 جنيه، يبقى انا كده كسبت 200 جنيه غير ال 200 اللي صرفتها. وهتبدا واحده مع الواحده، تبدا يجي لك واحد تصوره، اتنين تصورهم، تلاته تصوروا، لحد ما تلاقي نفسك اتطورت شويه في التصوير. وعايز اقول لك البدايه ممكن بالتليفون عادي، اي تليفون معاك هتقدر تستخدمه. يعني مثلا ممكن تليفون 7 بلس زي اللي انت شايفه ده في حدود ال 4000 جنيه تبدا تصور بيه وتطلع بصور جامده قوي. وانت برضو لو معاك تليفون اندرويد تقدر تشوف حلقات تظبط فيها كاميرا التليفون تطلع بصور احترافيه، هسيبها لك في اخر الفيديو ممكن تتفرج عليها ازاي تطلع بصور احترافيه من كاميرا تليفونك مهما كان. تاني حاجه معانا برضو اللي احنا بقى بنبدا نعرف البرامج اللي احنا هنشتغل عليه. انا محتاج ايه عشان اقدر اشتغل عليه؟ طبعا في برنامج اساسي معانا هو برنامج لايت روم. برنامج لايت روم بيعمل ايه معانا؟ برنامج لايت روم هو اللي بيظبط اعدادات الصور كلها، ان كان اضاءه ان كان تظبيط الالوان. وطبعا دلوقتي انت بتقدر تختصر عن نفسك مراحل كتيره قوي. الاول كنا بنعمل ايديت احنا ونبدا نظبط كل صوره بصوره والكلام ده. دلوقتي ممكن قناه زي عندي او قنوات كتيره موجوده على اليوتيوب بتبدا تنزل لك الفلاتر مجانا وتخش تحمل الفلاتر وتحطها على الصور.
طبعا معظم الفلاتر ما بتظبطش معاك، بس انا عايز اقول لك ان انت تقدر تعدل برضو على الفلتر، وانا بشرح لك الكلام ده موجود عندي في القناه ازاي تقدر تغير اي لون في الفلتر. طبعا برنامج لايت روم من مميزاته او الفلاتر بتاعته، الفلاتر بتاعته روعه، وبتقدر تغير الصور كلها من صور عاديه لصور احترافيه. وطبعا في فلاتر كتير قوي موجوده عندي على القناه تقدر تخش تحملها وتستفاد بيها. طبعا بعد كده انت برضه هتتطور وهتبدا تعمل فلاتر لنفسك وتعمل شغل مختلف عن كل الناس. بس عاوز اكد عليك برضه هو الصبر، انك تقدر تكمل. الصبر 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 3 مرات مش هتقدر تعمل حاجه لو ما كملتش فيها للاخر. طبعا في برامج تاني معانا برضه زي برنامج فوكس، هو اللي بيظبط لك فوكس الصوره. مثلا لو في صوره عندنا الفوكس بتاعها ناقصه، زي البرنامج اللي موجود قدامك وكنا شرحناه قبل كده، موجود برضه على القناه، هسيب لك الفيديو في الاخر. البرنامج ده من مميزاته انه بيخليك تعمل فوكس احترافي يعادل الكاميرات الاحترافيه بتليفونك بس او بكاميرا تليفونك. يعني انت ممكن تصور الصوره تيجي تعدل على الفوكس بعد كده، لو كاميرا التليفون بتاعتك الفوكس فيها خفيف تقدر انت تظبطه. طبعا في برنامج بيعدل البشره بطريقه احترافيه قوي، انا دلوقتي هنبدا نشوف مع بعضينا نقدر نتعامل ازاي جواه سريعا كده. ولو احتاجت شرح ليه احنا ممكن نعمل لكل برنامج شرحه في حلقه، ونعرفك ازاي تقدر تظبط الصور بتاعتك من على البرامج دي هتحتاجها معاك في مشوار التصوير. البرنامج اسمه ايه برش زي ما انت ما شايف كده، طبعا موجود للايفون وموجود للاندرويد، شغال معاك. صوره زي دي مثلا انا معايا البشره بتاعتها بايظه خالص كده، طب انا دلوقتي الحبوب دي ما ينفعش ايه زي ما انت ما شايف كده، الحبوب دي كده عايز اشيلها وعايز اظبط البشره اخليها زي نفس الفوتوشوب بالظبط. طب تعال نقرب كده قبل بعد، شايف تفاصيل الوش. البرنامج التالت برضو اللي موجود معانا ماشي، يعني احنا كده قلنا ايه مثلا لايت روم في الفلاتر، والبرنامج ده تعديل البشره، البرنامج الفوكس برضو اهوت زي ما قلت لك، البرنامج ده ال دي برضو ده كده اللي عاوز تضيف شمس على اي صوره عندك. طب انا دلوقتي مثلا عايز اضيف شمس عندي، طبعا هدوس على الاضاءه دي، شايف الشمس دي كده ماشي، وابدا كده اظبطها، ادوس على ال3 شرطات دول، وابدا هنا بقى اتحكم في كل لون في الشمس، مثلا في درجه الشمس، في قوتها، في ضعفتها، اغير اللون من هنا برضو، اللون الاصفر، اللون الابيض كده سنه ماشي. كل اللي انا هنا ممكن اعمله براحتي انا بقى. طبعا في هنا برضو اضافه سحابه، اضافه برضو حاجات تانية كتير اوي، شمس زي دي كده ممكن نضيفها هنا كده، شايف كده. طبعا انت ممكن تحتاج بقى الحاجات دي معاك في مثلا صوره على البحر، صوره مثلا موجوده في الشجر، الكلام ده بينفع معاك بطريقه جامده قوي. بس انا بوريك النهارده البرامج ممكن تعمل ايه معاك سريعا كده، بس بعد كده ممكن نشرح لك البرامج دي زي ما قلت لك بطريقه مفصله وبطريقه سهله برضو تقدر تستخدمها ازاي. طبعا برنامج لايت ليب ده برضو موجود معاك في السحاب، يعني مثلا بيغير لك الصوره بتاعتك بطريقه جامده قوي، احنا كنا شرحناه في فيديو كده موجود عندي على القناه. لو عاوز تغير سحاب اي صوره بطريقه جامده يقدر يعملها لك البرنامج ده. يعني مثلا صورة زي دي كده اهي، تيجينا كده ندوس مثلا على السحاب اهو، تختار اي سحاب ماشي، هو بقى بيوصلك بطريقة احترافية برضو. الصورة دي برضو عشان ما فيهاش سحاب وكده زي ما انت ما شايف، انا ملون الصورة دي يعني ممكن في الاول خالص اعملها قبل التلوين. بس تقدر تدوس على 3 شرطات هنا تتحكم بقى في كل حاجة ماشي. او عايز اقلل السحابة كده سنة بعيدة من على الكتف، ابدا ارفع السحابة فوق كده عشان ما تبانش معايا، ابدا اخفها خالص من هنا، ابدا اظهرها. الكلام ده انا شرحه لك برضو عندك وتقدر تعمله، ندوس قبل بعد زي ما انت ما شايف كده. دي البرامج اللي هتحتاجها معاك. طبعا البرنامج الاخير ولا استغناء عنه هو برنامج بيكس ارت. طبعا البرنامج ده هتحتاجه معاك في حاجات كتيره قوي 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 قوي. يعني البرنامج ده انت لو حابب مثلا تركب صوره في صوره، مثلا حابب تعمل مثلا برواز او اطار للصوره بتاعتك، حابب تحط لوجو برضو من هنا، تمام، كل حاجه شغاله معاك. يعني مثلا صورة زي دي كده ماشي، جوه في فلاتر برضو لو حابب انت مثلا فلتر ابيض واسود، مثلا في فلاتر الوان كتيرة زي ما انت عاوز بقى تلاقي فلاتر هنا موجودة، يعني انت ممكن برضو تعمل من هنا الفلاتر. بس انا بستخدمه هنا مثلا لو انا محتاج مثلا هنا عاوز احط مثلا برواز ولا اي حاجة زي الصورة دي كده مثلا ماشي، ممكن تضيف صورتين فوق بعضيهم. لو محتاج مثلا تركب اي حاجة تانية ممكن برضو تضيفها من هنا ماشي. وفي هنا برضو الملصقات دي تقدر تكتب هنا بقى اللي انت عايزه فوق هنا كده ويجي لك اللي انت عايزه ماشي، وتقدر تضيفه فوق الصورة. هنا ممكن تعمل حاجات كتير على البرنامج ده، ممكن تقص الخلفية كلها برضو ماشي زي ما انت ما شايف كده، قص هنا. هنحدد الصورة بتاعتنا الاول، نطلع بره كده ماشي. بس كده انا عرفتك البرامج اللي هتحتاجها معاك ايه، وبرضو زي ما قلت لك لو عجبتك الفكرة احنا هنشرح لك البرامج دي بطريقة سهلة
وطبعا السوشيال ميديا مسهله عليك كل حاجه، يعني انت في كل شويه برامج بتنزل جديده ممكن تخش تبحث وتنزل البرامج. بس عايز اقول لك ان الموضوع ده مربح قوي، بس لو قعدت فيه فتره انت هتكون مبسوط قوي. في اول مره هيجيلك فلوس من الحاجه اللي بتحبها ومن الشغف اللي انت نفسك تعمله. ان لو انت بتحب الحاجه واستمريت فيها اكيد ربنا هيكرمك وهتوصل للمكان اللي انت عايزه. عايزك اقول لك برضو انك ممكن تبدا بكاميرا التليفون عادي، وهسيب لك الفيديو في الاخر تتفرج عليه ازاي تطلع بصور جامده قوي من كاميرا التليفون عندك، وازاي تقدر برضو تعمل فلاتر. موجود برضو فلاتر على القناه ممكن تستخدمها فري من غير اي حاجه. ولو عجبتك الفكره ديت ما تنساش تقول لنا رايك فيها، وتعمل لنا لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو لصاحبك اللي نفسه يصور عشان يبدا بقى. سلام يا صاحبي.